أنا ريماس، ست عندها 35 سنة. جوازي كان جواز صالونات من 2 سنين، يعني عادي كده من غير قصة حب ولا غيره. بس عصام جوزي كان راجل محترم واقتنعت بيه. عشنا كم شهر حلوين، أيام جواز حقيقية، وبعدين هو سافر عشان شغله. ساعتها حسيت إني حياتي اتقلبت. كنت لسه واخدة على وجوده، فجأة لقيته مش معايا وحسيت بفراغ رهيب. بس كنت بطبطب على نفسي وبقول هو بيتعب عشاني، لازم أكون صبورة. عب الأيام والشهور جرت، ولقيت نفسي لوحدي بقالي 8 شهور. حاولت أشغل نفسي، أروح عند أهلي وارجع، بس في الآخر كانت الوحدة بتسيطر عليا. الموضوع زاد صعوبة لأني كنت ساكنة في منطقة جديدة، معظم الناس اللي فيها مش بنشوف بعض أصلاً. حاولت أتعرف على جيراني بس ما كنتش بلاقي فرصة إني أنزل كتير، وكنت دايماً عند أهلي. حياتي كانت روتين ممل جداً، كل يوم زي اللي قبله، لحد ما حصلت المفاجأة اللي قلبت كل حاجة. الشقة اللي قصادي كانت مقفولة من فترة، فجأة لقيتها مفتوحة. قلت يمكن صاحبها الأصلي رجع أو حد جديد سكن فيها. معرفتش مين هو، بس اللي متأكدة منه إنه الجار الجديد ده غريب جدا. كان الجو لسه ضلمة والشمس يدوب بتطلع. قمت أنشر الغسيل، الدنيا كانت هادية جدا، مفيش صوت غير صوت العصافير. وأنا واقفة في البلكونة فجأة عيني جت على جاري اللي في البلكونة اللي قدامي. كانت الصدمة، لقيت الراجل واقف عريان تماما، لابس بوكسر خفيف جدا اللي هو ما بيغطيش أي حاجة. كان بيتمرن وبيتمرجح في مكانه وكأنه في الجيم، مش في بلكونة مفتوحة على الشارع. اتخضيت وقتها وكنت فاكرة انه أول ما يشوفني هيجري ويستخبى، بس اللي حصل كان عكس كل توقعاتي. ضل واقف عادي جدا وكأنه مش شايفني، كمل تمارينه بنفس التركيز. وأنا من صدمتي وقفت ورا باب البلكونة وبقيت ببص من وراه ومش فاهمة ايه اللي بيحصل. هل ده متعود على كده، ولا دي صدفة، ولا هو عارف إن في حد بيراقبه؟ أسئلة كتير جت في بالي بس ما كنتش لاقية ليها أي إجابة. بعد فترة وأنا قاعدة في البيت سمعت دوشة وأصوات عالية جاية من الشقة اللي قصادي. الفضول ندهني فخرجت أشوف إيه اللي بيحصل. كان معاه حد، قلت لنفسي يمكن مراته، يمكن حد من أهله. بس لما ركزت في الكلام والضحك العالي حسيت إن الموضوع كان مختلف. كانوا بيتكلموا ويهزروا بصوت عالي والجو كان باين عليه إنه حميمي جدا. وقفت في مكاني مش عارفة أتصرف إزاي، فدخلت بسرعة وقفلت البلكونة كأني ما شفتش ولا سمعت حاجة. لكن الحقيقة إني شفت وسمعت كل حاجة. قعدت جوه في شقتي وافتكرت عصام وحياتنا في أول الجواز، لما كان بيهتم بيا وبيحسسني إني أهم حاجة في حياته. قلبي وجعني على حالي، فقررت أكلمه في التليفون جنبي أقوله إني لوحدي ومحتاجة له. لما رنيت عليه رد عليا بصوت ناشف وقال إنه مشغول ومش هيقدر ينزل قبل نهاية السنة، وإنه كمان مش قادر يتكلم معايا براحته عشان معاه ناس في السكن. حسيت بإحباط فظيع، كنت محتاجة أي كلمة حلوة، أي إحساس إنه حاسس بيا، لكنه كان بعيد قوي قوي. عدت الأيام وأنا لسه في نفس الدوامة، لحد ما في يوم تاني كنت صاحية بدري جدا، الجو كان حر جدا وما كنتش عارفة أنام، فقلت أنشر الغسيل قبل ما الشمس تضرب في البلكونة. وأنا بنشر وبدندن مع نفسي فجأة حسيت بحد قدامي. بصيت بسرعة لقيته واقف في البلكونة اللي قصادي بنفس اللبس الخفيف، البوكسر وبس. ساعتها قلبي وقع في جنيه، كنت هصرخ. هو بصلي وقال حاجة بس أنا كنت متوترة وما سمعتش كويس. دخلت بسرعة وقفلت الباب ورايا وأنا قلبي بيدق بسرعة، بس الفضول خلاني أبص من ورا الستارة. لقيته لسه واقف وبيعمل رياضة بنفس الطريقة، وأنا كأنه في حد شايفه، كأنه ده شيء عادي بالنسبة له. بعد كام يوم كنت واقفة في البلكونة عادي بدندن وبتفرج على الشارع، وفجأة لقيته طالع. المرة دي كان لابس عادي، بس بعدها بشوية
رجع خرج بنفس طريقة لبسه اللي شفته بيها في الأول. بصلي وشاور لي بإيده كأنه بيقول لي اطلعي. حسيت بتوتر، ما ردتش عليه ودخلت بسرعة. بس بعدها سمعت صوت خبطة في بلكونتي. خرجت أبص، لقيت نشبك غسيل متعلق فيه ورقة. قلبي بدأ يدق بسرعة. فتحت الورقة، لقيت فيها رقم تليفون. ساعتها فهمت إنه ده رقمه وإنه مستني مني إني أكلمه. على طول اتعصبت وقلت له انت قليل الادب، وقفلت في وشه. افتكرت ان الموضوع خلص، لكن فجأة لقيته باعتلي رسالة عن واتس بيقولي ليه بس اخرجي عشان نتفاهم. انا عارف انك كل مرة بتكوني واقفة ورا باب البلكونة، وعارف كمان ان جوزك مسافر. انا مستنيكي، لو عايزة تجيلي انا موجودة النهاردة طول اليوم وبكرة كمان. قعدت أفكر طول اليوم، أروح ولا ما أروحش. عقلي كان بيقول لي لأ، لكن الفضول كان بيشدني. في الآخر قررت ما أروحش. تاني يوم لقيته باعت لي رسالة تانية بيقول لي طلعتي جبانة رغم إن كنت مستنيكي، وكنت هعزمك كمان على الغدا. طب ما تيجي على العشاء؟ ما ردتش عليه، لكن بعد شوية لقيته باعت تاني الدعوة لسه مفتوحة النهاردة كمان. قعدت أفكر لحد آخر الليل، وفي الآخر لقيت نفسي بلبس وبنزل. وقفت قدام بابه وخبطت. فتح لي بابتسامة وقال لي إيه رأيك؟ ما تيجي أعمل لك مساج؟ أنا أصلا شغلي كده، ده تخصصي. بصيت له باستغراب وقلت بجد؟ أنت بتعرف تعمل مساج؟ قال لي ابتسم. طبعا، عايزة تجربي؟ قلت له يا ريت. قال لي يبقى اتفضلي. دخلت وقعدت وهو قفل الباب ورايا. بعد شوية قال لي يلا اقلعي هدومك عشان نبدأ. اتحركت شوية، بس في الآخر قلعت جزء منها ونمت على السرير. هو بدأ يحط لي زيوت ريحتها غريبة قوي، بس حسيت إنها بتخليني في عالم تاني، عالم مثير جدا. حسيت بجسمي بيسترخي وأعصابي بتسيب، وكل لمسة من إيديه كانت بتاخدني بعيد قوي قوي. بعد شوية قال لي إيه رأيك؟ قلت له أنا شبه السرحانة؟ ده سحر. إزاي إيديك حلوة كده؟ أنت بتخليني أروح عالم تاني. ضحك وقال لي أي خدمة. كل ما تحسي إنك عايزة جسمك يبقى ريلاكس وتحسي بالمتعة، تعالي لي وأنا هعملك كل اللي أنت عايزاه. قلت له أنا حاسة إني خلاص مش في الدنيا. تمام، أنت إيدك دي تتلف حرير. بص عليا بنظرة غريبة وقال والله كل حاجة هنا تتلف حرير. بصيت عليه لقيته جسمه ضخم، عضلات وطول وعرض، شكله كله كان ملفت جدا. بعد شوية قال لي بصي قومي خدي شاور على السريع عشان انتي علقانة وبعدين نكمل. قمت من على السرير وأنا شبه مخدرة، لكن فجأة عيني وقعت على حاجة خلتني أرجع لنفسي في ثانية. لقيت موبايل محطوط على جنب، باين إنه كان بيصور، وكمان كاميرا في زاوية تانية في الأوضة. الأوضة كلها كان شكلها غريب، كأنها متجهزة للحظة دي. قلبي وقع في رجلي واتخضيت جدا وصرخت إيه ده؟ بصلي ببرود وقال في إيه؟ حاولت أتماسك وقلت له بسرعة لا لا مفيش، رجلي بس اتلوت. ابتسم وقال لي طيب روحي. خرجت وأنا قلبي بيدق بسرعة وحسيت إني كنت على وشك كارثة. قلت له لا أنا هنزل دلوقتي وهبقى أجيلك وقت تاني. بصلي باستغراب وقال ليه بس؟ إيه اللي حصل؟ قلت له بسرعة معلش، ولبست هدومي بسرعة وسبته وخرجت جري على شقتي. أول ما قفلت الباب ورايا قلبي كان هيقف من الخوف. قعدت أقول لنفسي هو كان بيصور، الحمد لله إني ما عملتش معاه أكتر من كده، وإلا كان صورني وفضحني. ده ساكن قصادي وعارف كل حاجة عني. يا ترى هو ناوي يعمل إيه باللي معاه؟ هل ممكن يهددني؟ هل هيحاول ويضغط عليا؟ لو فكر يبعت الحاجات دي لجوزي لما يرجع، أو حتى لحد من أهلي لو حد جه زارني؟ أنا خايفة، مرعوبة، عارفة ومتأكدة إني غلطانة، بس دلوقتي أتصرف إزاي؟ القصة دي درس كبير لينا كلنا، إن الوحدة أو الإحباط من الحياة مش مبرر أبداً إننا نتهور ونقع في الغلط. بطلة القصة اتصرفت غلط،
لما استسلمت لفضولها ولأفكارها، وده كان ممكن يوديها في داهية. بس الحمد لله صحيت على آخر لحظة، وعرفت إن في ناس بتستغل ضعفنا ووحدتنا. الست دي لازم تتعلم إنها تحترم نفسها وتحترم جوزها اللي بيشقى عشانها. لازم تكون أقوى من إغراءات الشيطان، وما تسمحش لأي حد يستغلها. والراجل اللي بيسافر عشان لقمة العيش المفروض يلاقي مراته سند ليه، مش مصدر قلق. أما الحل اللي لازم تعمله هو إنها لازم تروح على طول لأهلها